اول حاجه هتكلم عنها عمر مرموش، وهو لغايه دلوقتي عنده كان لسه في خبر معانا عنده 13 هدف وكده، قرب من محمد زيدان اللي عنده عد عفوا محمد زيدان محمد زيدان في الهداف التاريخي، هو عنده 14 بالظبط، هو 14 هدف، محمد زيدان كان 13 وهاري كين 15، فهو قرب منه. لكن هتقول لنا حضرتك بقى قصته مع مانشستر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عايز اقول بس في الاول يعني انا من 3 شهور كنت مع حسام محرز هنا برضو في بيتي النيل الرياضه، اللي اتشرف بيه من اكتر من 14 سنه، ضيف دائم يعني. فقلت له كنا بنتكلم على عمر مرموش، قلت له عمر مرموش انا بقول لك اللي هو هيروح السيتي، اقرب نادي لعمر مرموش في ضوء الاداء بتاع بيب جوارديولا ومكانه في الملعب، بيلعب 7 وبيلعب 9 وبيلعب 11 وبيلعب 10، هو عمر مرموش. جوارديولا العبقري، ما زلت يعني اقول واكد ان جوارديولا هو احسن مدرب في اوروبا، هو وانشيلوتي. ما حدش يقول لي كلوب وكده، لان طبعا كلوب ليه تحفظات عليه كتيره جدا جدا في صفقاته اللي ما كانتش على مستوى ليفربول. المهم اللي انا بقول الكلام ده ويطلع الناس بعديه باسبوعين او 3 او شهر يقول لي فعلا سوبوسلاي قليل، نونيز ما كانش يجي لان كان قدامه هالاند ب 40 مليون. الكلام اللي انا بقوله من سنه، من ساعه ما جاب الصفقات دي، الناس بتتكلم فيه دلوقتي. روبي فاولر قال انا كل ما اتفرج في سكاي نيوز، انا كل ما اتفرج على نونيز بعتقد ان ده مش شكل ليفربول خالص. روبي فاولر الهداف التاريخي واسطوره ليفربول، اين رش اجتمع معاه وقال له كمان لويس دياز ما كانش بالمستوى، لكن بدا مع ارن سلوت مستواه يتطور اكتر، لكن برضه ليس وسوبوسلاي وليس على مستوى ليفربول. بدا العباقره او الاساطير اللي انا بقول، انا مش بقول ان انا عبقرين وكده لا، لكن انا بقول لما بتلعبي كوره وبتبقى حاسه بالاحساس بالمكان والزمان، بقول حاجات بتحصل. نفس القصه روبنسون اقل من كتير جدا كباك ليفت من مستوى ليفربول، وبعد كده لما جه انتقدوه الصحافه الانجليزيه قالوا الكلام ده. وعلى فكره معروض للبيع، وكمان اليوت معروض للبيع ب 30 مليون استرليني. يعني واضح ان المدرب ده عنده فكر كبير جدا عن كلوب، وعايز كمان قال في حاله تجديد التعاقد مع محمد صلاح هيعمل عمليه روتيشن اللي كان كابتن الفريق، لا هيبقى نمره 2 بعد فان دايك. شايفه الذكاء اللي كلوب بيقول لك ايه، انا هو نمره 5 عشان مش عايز اشغله. لا دي عنصريه، يعني مش عايز اقول لك السم في العسل. كلوب ما كانش بيحب زي ما الناس فاكره اللي هو بيحب صلاح، لا مصلحته مع صلاح، فكان بيلعب. لكن لما جه انتقدوه وقالوا ازاي صلاح اقدم من اليسون بيكر على سبيل المثال، وروبو يبقى كابتن عليه وبيكر يبقى كابتن عليه وفان دايك صلاح جاي قبليه بسنه، ازاي يبقى هو قائد عليه؟ قال عشان الريمبو، يعني عمل حجه غريبه جدا الناس ما صدقتوش. فطب انت لو انت كده كان لعيبه النمره 2 باعتبار اللي هو هداف تاريخي لليفربول، وضمن ال10 هو دلوقتي السادس، وقرب اللي هو يتجاوز كمان تيري هنري كهداف تاريخي للاجانب في البريمير ليج.